هو ده خلاص اللي بقينا نعلمه لاولادنا؟ حفلة تخرج في حضانة بقت استعراض ورقص، اهالي بتسقف وفرحانه وكانهم في انجاز. انا مش ضد اننا نفرح ولا نفرح اولادنا، ولا انهم يعيشوا ويحتفلوا بتخرجهم، بس اللي حصل ده مش فرح ولا براءة اطفال. اللي حصل ده بجد مشهد مؤلم. طفلة صغيرة على المسرح بترقص وسط ناس بتسقف وضحك وناس بتصور، وكانك بتتفرج على عرض رقص مش حفلة تخرج. ساعتها سألت نفسي، هو ده اللي بقينا نربي اولادنا عليه؟ هو ده بجد الانجاز اللي احنا فرحانين بيه؟ هو ده اللي بقينا نعلمه لاولادنا؟ حفلة تخرج في حضانة بقت استعراض ورقص. بجد اتقوا الله، ده اطفال مش فاهمين ولا مدركين، والمفروض ان انتوا قدوتهم. بجد هتتحاسبوا على كل لحظه وعلى كل تصرف وعلى كل حاجه بتزرعوها جواهم. علمهم يحفظوا قرانهم ويحتفظوا ببراءتهم وكرامتهم واخلاقهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اتقوا الله في اولادكم، ومن شب على شيء شاب عليه. بدنا نقول للعيال صغيره انهم يتربوا لغايه ما كبروا ونسينا نربيهم. ربنا جعلك راعي على عيالك، وقبل ما يسالك عن اكلهم وشربهم هيسالك عن دينهم وتربيتهم. ابنك لازم تعلمه القرآن، لازم تعلمه الدين. ابنك تعلمه الاخلاق، تعلمه العيب والحرام. ابنك لازم تعلمه يبقى راجل من صغره. بجد لازم تخلوا بالكم من اولادكم. انا عمر عيد، سلام.